صباح الخير، ازيكم؟ حكايتنا النهاردة عن الرقاصة والممثلة بيبة عز الدين. بيبة عز الدين اتولدت سنة 1916 واسمها الحقيقي فاطمة هانم عز الدين، وهي من أصول لبنانية. وفي مرة شافتها بديعة مصابني وطلبت منها إنها تيجي ترقص في القاهرة، وفعلا جت واشتغلت في كازينو بديعة وبقت من أشهر الرقصات في الكازينو. واتجوزت بيبة عز الدين من ألفريد أنطوان عيسى ابن أخت بديعة مصابي. ولما فلست بديعة وهربت لبنان، اشترت بيبة عز الدين الكازينو وقدمت عليه عروضها مع إخواتها عديل عز الدين وشوشو عز الدين. وحكت الكاتبة لوتس عبد الكريم في كتاب ليها عن يوسف وهبي إنه كان ليه مغامرات كتيرة، ومنها مغامرته مع بيبة عز الدين اللي خلته يتعاطى كوكايين ويصرف عليها فلوسه، للدرجة اللي خلت أخوه يخصص له مبلغ عشان يصرف على بيته ومراته. واشتركت بيبة عز الدين في 9 أفلام بس، منهم عنتر ولبلب، ليالي الأنس، كدب في كدب، انت فين والحب فين. وتوفت بيبة عز الدين في حادثة عربية سنة 52 لما انقلبت بيها العربية اللي كانت سايقاها بنفسها وماتت على طول. وطلعت إشاعات كتير إن حادثة موت بيبة عز الدين كانت مدبرة من القصر الملكي، لكن كان المقصود السياسي الوفدي الدكتور عزيز فهمي. وكان عزيز فهمي من شباب الطليعة الوفدية، وكان سائر ضد الأوضاع السياسية، وكان خصم لكتير من رجال القصر، وخصوصا إنه كان نائب في مجلس النواب عن حي الجمالية، وكان شديد المعارضة للقصر ورجالته. وكانت بيبة عز الدين عندها عربية نفس ماركة ولون عربية عزيز فهمي، وده اللي خلى الموضوع يلخبط اللي بينفذوا العملية، فقتلوا بيبة عز الدين بدل عزيز فهمي. واللي أكد الإشاعات دي إن عزيز فهمي مات بعد بيبة عز الدين بأسبوع بنفس الطريقة لما انقلبت بيه عربيته وهو رايح بني سويف.